غيري في شكل ملابسك بنفسك. شايفين ده ايه شرب، وجابته بعدين جابت دي توكة بتاعة الحزام، دخلت فيها حرف الإشارب والحرف التاني ودخلته، عملت حرف أقصر من حرف، وبعدين دخلتهم جوه التوكة بتاعة الحزام، وعملت زي بلوزة زي وشحن الجاكيت اللي هي لابساه بطريقة حلوة وشيك. هنا كمان دي فكرة تانية، جابت شربين نفس المقاس، وحطت واحد دخلته جوه التوب من قدام، والتاني دخلته برضو جوه التوب من ورا، وشبكتهم بدبوس. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. شايفين هنا عملت جيب شكلها شيك ورائع. 7 اديت شكل السبعة من ورا ومن قدام. هنا ده كمان بلوفر مفتوح من قدام بزراير، جابته لبسته بالعكس، وبعد كده لمت كل ده وجابته على رقبتها من ورا، وجابت الزيادة بتاعة البلوفر وعملت الكشكشة دي، وبعد كده فرغت الكشكشة، اديتها شكل الوردة الرائع اللي احنا شايفينه. هنا بتحط برضو وردة جوه الوردة اللي هي عملتها علشان تدي شكل رائع للبلوفر اللي هي عملته. هنا ده شرب او قطعة قماش لونها اصفر نفس لون الجيب اللي هي لابساه، جابتها وتنتها نصين وبعدين كشكشتها وعملتها، شايفين، وفتحت الكشكشة اديتها شكل الوردة اللي احنا شايفينه، وشبكت الناحيتين التانيين بدبوس، اداها شكل البلوزة الرائع ده. دول جيبتين، جيب ابيض والجيب التاني لونه اخضر. شايفين هنا شبكة الحرفين بتاع الجيب على كتفها بدبوس، وبعدين نفس الحكاية عملتها في الجيب الأبيض، وخدت الحرفين مع بعض، حرف الجيب الأبيض والأخضر، وشبكتهم مسكتهم بالحزام. وهنا بتحط الدبوس اللي احنا شايفينه باللون الأخضر على الجزء الأبيض علشان يدي شكل رائع. عملت فستان من 2 جيب، شايفين لونين مع بعض، أفكار رائعة جدا وذكية جدا. شايفين الشياكة والجمال. هنا بتحط الوردة البيضة دي كشكل للفستان، فبتغير شكله لو انت حابة تحطيها. دول قطعتين قماش، القماش اللي هو الديسكو، جابت حرفين القماش وربطتهم مع بعض، والحرفين التانيين وربطتهم مع بعض. شايفين وعملت ايه، عملت كمان للبلوزة، وهنا حطت دبوس في النص وكشكشت، ادت شكل للبلوزة او قصة للبلوزة، عملتها بلوزة سوري. هنا القطعة التانية جابتها وربطتها على وسطها وعملتها زي جيب او فستان. شايفين الشياكة والأناقة بأفكار بسيطة جدا وحاجات بسيطة جدا. هنا برضو عملت شكل تاني للجيب أو للفستان، تصميم رائع. دي قطعة قماش جابتها وبعدين ربطتها من ورا وجابت الحرفين على قدام، وبعد كده شبكتهم بالبروش مع بعض، وبعدين هنا عملت فستان رائع ولبست مع التوكة اللي احنا شايفينها. هنا كمان دي بلوزة جابتها وتنتها لبستها بالعكس، وخدت الحرفين ربطتهم على ورا على رقبتها، وبعدين جابت الكمين على قدام وربطتهم مع بعض، وهنا زررت الزرار فادى شكل شيك للبلوزة. هنا بتلبسها بطريقة تانية مختلفة تماما عن الطريقة الأولانية. دي شارب شيفون،
شايفين قلعت الغويشة من ايديها، وبعدين دخلتها من جوه الإشارب وجابت أستك الفلوس. وبعد كده دخلت البروش جوه الجويشة اللي هي عملتها على الإشارب. وبعدين لبست الحزام من ورا، لمت الجزء القداماني واللي ورا ثبته، ادى قصة شكلها حلو. ده فستان، ودول شرايط ستان، شبكتهم مع بعض وعملت فيونكة وغيرت في شكل الكم. وبعدين هنا برضو حطت الدبوس اللي احنا شايفينه في النص، غيرت شكل صدر الفستان. دي قطعة قماش، جابت قطعة القماش وبعدين خدت الحرفين من النص ولمتهم وجابتهم من ورا على قدام وشبكتهم بدبوس في حمالة البلوزة والكم التاني الناحيتين التانيين، وشبكتهم برضو بدبوس. وعملت هنا كمام، عملت فستان بحمالات ولمت الزيادة كلها على قدام وشبكتهم بدبوس. وعملت فستان شيك سواري بدون ما تقص، بدون ما تصمم، ما تجيب ورقة وقلم وتصمم شكل الفستان. دي جيب قصير، هنا جابت الحرفين وربطتهم وشبكتهم بدبوس، والحرفين التانيين وشبكتهم برضو بدبوس، ودخلت الزيادة جوه البنطلون ولبست عليه الجاكيت وعملتها بلوزة تحت الجاكيت بكل سهولة بكل بساطة، بدون ما تقصها بدون ما تخيطها. وهتستخدمها تاني كجيب، يعني استخدمتها بلوزة وهترجع تستخدمها جيب. شايفين هنا شبكتها من النص وعملت صممت شكل بلوزة تانية عريانة، هي نفس الجيب، وبرضو عملتها بلوزة تانية شكلها مختلف تماما، جيبة واحدة وعملت منها كذا شكل للبلوزة. هنا برضو بتلبسها من ورا وشبكتها بدبوس ودبوس تاني. شايفين بتغير في شكلها. وبعدين هنا برضو لبستها بطريقة تانية مختلفة ودخلت الزيادة كلها جوه البنطلون وعملتها بلوزة سواري ولبست عليها الجاكيت. هنا بتلبس عليها ده عقد، دي قطعة قماش جابتها ولبستها من تحت الإبط، وبعد كده ربطت الحرفين شبكتهم بدبوس. مقاس القماش 150 في 150، وهنا جابت الزيادة كلها شبكتهم بدبوس وخدت برضو الزيادة، بقية الزيادة بتاعت قطعة القماش وربطتهم مع بعض، ربطتهم زي ما احنا شايفين. وهنا بتلم برضو الزيادة، هنا طويل جدا فلمته وقصرته. شايفين ادى شكل برضو شيك وحلو. ولبست الشابو اداها شياكة اكتر. هنا بتحط حلية في الفستان بتغير في شكله. ده بلوفر طويل، جابت شايفين بتلم الطول بتاع البلوفر
وربطتهم مع بعض، وفتحت الكشكشة اللي هي عملتها عشان تدي الشكل الرائع اللي احنا شايفينه في النهاية. ده بلوفر تاني، نفس الفكرة اللي عملتها في البلوفر الأولاني عملتها في البلوفر التاني. ودي قطعة قماش شيفون أو كريب. هنا حطيتها على رقبتها بس كده، شايفين سهلة جدا، وعملت بلوزة سهلة جدا، شبكت ربطتها بالحزام. مفيش أسهل من كده، شيك جدا في نفس الوقت.